وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء حفلا تكريميا للشيخ لارباس الشيخ ماء العينين الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عضوا بالمجلس العلمي الأعلى. حفل تكريم نتعرف على فقرته رفقة محمد المصطفى خيا وإبراهيم جولي. في بادرة مهمة، أطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يكرمون العلامة الشيخ لارباس الشيخ ماء العينين بزاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. وخلال هذا الحفل كلمات عدة أشادت بأخلاق الرجل ودوره الرائد في تحقيق التنمية والتكافل والانسجام وخلق المحبة والود بين سائر ساكنة الصحراء. ولم يفوت هذا الحفل الفرصة دون التنويه بالأعمال الجليلة للشيخ لارباس الشيخ ماء العينين إبان عمله كمسؤول عن عدد من القطاعات آخرها المجلس العلمي المحلي للعيون، وهو ما خوله أن يحظى بالثقة المولوية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي عينه مؤخرا عضوا بالمجلس العلمي الأعلى. في إطار العرفان ورد الجميل البعض من الجميل لفضيلة العلامة الشيخ لارباس الشيخ محمد الأغضف الشيخ ماء العينين، نظرا لما أسداه في خدمة للشأن الديني والعلمي والعلماء في هذا البلد، ونظرا أيضا لدوره المتميز في تأطير أطر الصحراء المغربية من أبناء الصحراء المغربية، تأطيرهم لخدمة الوطن والوحدة وامتثال البيعة والمحافظة على ما ورثوه عن الآباء والأجداد وما بناه هو والأعلام في هذا الوطن والمحافظة عليه. كان هذا التكريم عربون وفاء عما بذله الشيخ لارباس من توجيهه، وحتى نعبر له أننا ماضون على سيرته ونهجه في الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية وامتثال البيعة الشرعية لأمير المؤمنين نيابة عن جميع أطر التي تنتمي للصحراء المغربية، فأطال الله عمره وحفظه وحقق رجاءه لما يصبو إليه. تعجز الكلمة عن الإحاطة بشمائل الشيخ ماء العينين الشيخ لارباس، العالم العامل العلامة، رجل الصلح والتوافقات، رجل النخوة والعزة والإباء، رجل البذل والعطاء. لقد تشرفنا وتكرمنا بمساهمتنا هاته التي نصبو بها لرد بعض الجميل لهذا العالم الذي ما فتئ يسعى إلى الرقي بهذا المجتمع والحفاظ على هويته. وترك هذا التكريم أثرا إيجابية كبيرة لدى سائر أسرة العلامة الشيخ لارباس الشيخ ماء العينين الذي جاء عقب ما أسده الرجل من أعمال جليلة وأدوار نبيلة تجاه بلده عامة وساكنة الأقاليم الجنوبية بالخصوص، خولته أن يلقى احتراما كبيرا بسائر التراب الوطني. نشكر صاحب الجلالة حفظه الله على هذه الثقة المولوية السامية في شيخنا الشيخ لارباس، وهذه الثقة نعتز بها من جميع أطياف الصحراء. ثانيا أود أن أشكر موظفي وأطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه الالتفاتة الطيبة المباركة التي تذكر فتشكر. والشيخ لارباس ولد الشيخ محمد الأغضف ولد الشيخ ماء العينين هو أحد رجالات المغرب الكبار الذين أبلوا البلاء الحسن وبايعوا الملوك العلويين وصاروا على نهجهم في البيعة والتشبث بالارتباط الوثيق لساكنة الصحراء بالمملكة المغربية. في سياق آخر